السلام عليكم. انا سميتي احمد، وهذه مراتي مريم. غادي نعاود لكم قصتنا مع العيد الكبير. عزيزي المشاهد، إلا تعجبك تستافد من تجارب الناس راك في المكان المناسب. ضغط زر الاشتراك وما تنساش تفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. تعرفت على مريم في الجامعه، وغير تخرجنا لقيت خدمه بصالير متواضع. واخا هكا قررنا نتزوجوا. درنا العقد في الاول ديال هذا العام، ودرنا واحد العرس جبد لنا غير المشاكل وصداع الراس بين عائلتي وعائله مريم بسبب المصاريف، حيت موت مريم وخالاتها كانوا مبعكات بزاف، وهذا الشيء خلاني نسلف الفلوس باش ندير لمريم العرس اللي كانت كتحلم به. موراها تحولنا سكننا مع مالين الدار، بين ما نستقروا شويه ونجمعوا شويه ديال الفلوس باش ناخذوا شي دار على قد الحال. ولكن موت مريم كعات وما عجباش الحال، بقات تضغط علينا حتى خرجنا كرينا على برا. زادت ازمات عندي الوضعيه الماديه بزاف، ولاو ابسط الاحتياجات والمصاريف اليوميه كتقل عليا. ملي دخل شهر رمضان تزادوا المصاريف، خصوصا ملي ولات نسيبه تجي عندنا للدار ديما. كون ما كان شويه تيتعاون معايا كون ما قديتش على المصروف. قرب العيد الكبير وانا تنفكر غير في الحولي، حيت مازال تابعني الكريدي ومصاريف الكرا تتزيرني وما تتخليش ليا ما نشيط باش نجمع. بالعربيه ما عندي حتى ريال. واحد النهار اتصلت بينا نسيبه باش تقول لنا بلي شراو الحولي ديال العيد، وكانت مراتي مريم فرحانه بزاف. ديتها لدار والديها تشوف الحولي وبقات تلعب معاه بحال شي بنت صغيره، وطرا داكشي اللي كنت خايف منه. قالت لي نسيبتي اش تتسنى مازال ما خديتيش الحولي. درت السباب الخدمه باش ما نتحرج. الغد ليه تقطع بيا الحبل، وقصحت وجهي مشيت عند المدير ديالي باش نطلبو يسلفني شي بركه نفك بها هاد الحريره هادي. ولكن ما بغاش. بقيت تنفكر غير فين غندبر على الفلوس، حيت قاديت الناس اللي تنعرف. قوى عليا الدق ومشيت عند الوالد، عاودت ليه على المشكل اللي عندي، وقال لي بلي هادشي راه ما يساهلش هاد الحاله اللي داير في راسي، حيت الدين دين يسر ماشي عسر، والحولي سنه مؤكده ماشي فريضه، خصوصا في بحال هاد الازمه اللي انا فيها. وطلبني مسكين نعيد معاه باش يبقى مرتاح وبالو هاني من جهتي. ملي رجعت للدار عاودت لمريم شنو طرا. ما عجبهاش الحال، حيت غادي يضحكوا عليها بنات خالاتها المزوجات. كعات عليا ومشات للبيت بقات تتبكي، وبقات ايامات وهي مخاصمه معايا وقاطعه الهضره. كنت ترجع للدار نبقى جالس بوحدي تنتسركل في التليفون. واحد المره تساطحت مع خبر انتحار واحد السيد بسبب الضغط ديال العيد. في اي وقت كنت ما غاديش نتسوق، ولكن هاد المره بقى فيا بزاف، حتى انا تندوز من نفس المعاناه. قلت انا مول العقل، ومشيت عند مراتي قلت لها غدا غادي نلقى شي حل. في الصباح الغد ليه مشيت لواحد المؤسسه بنكيه واضطريت ناخذ كريدي اخر باش نخرج من هاد الازمه. مورا هاد سنين شان السوق شريت حولي وديتو للدار نفرح به مريم. عجبها الحال بزاف، وبقات تتصور معاه وتتبارطاجي مع امها وعائلتها. قبل ما نعسو قالت لي مراتي بلي غادي ندوزو ليله العيد في دار والديها باش نمشي مع باها المصلى. صدماتني وطلع لي الدم، حيت هادشي ماشي من عاداتنا. قلت لها لا، وبلا ما نطولوا في الهضره غادي نعيدو مع دارنا حيت ساكنين بوحدهم. في الصباح ديال العيد الكبير كلشي فاق بكري، وهي بقات ناعسه مع راسها وما خباش الفقصه ديالها. ملي رجعنا من المصلى بدينا في الذبيح، وجلسات مريم بعيد مقابله التليفون والهضره مع عائلتها، وخلات الوالده بوحدها مسكينه تتنقي الدنيا وتغسل المصاران والكرشه. من الفوق بقات تتبعكك وتتشكى من الريحه ديال الدوار ديال الحولي، حيت كتعيف زعما. مرضني هاد البلان بزاف، ولكن ما بغيتش نهضر باش ما نخسرش الفرحه ديال العيد على مالين الدار. وزاد كملاتها مريم ملي قالت لي راه خصنا نمشيو نتغداو مع دارهم. بقيت ساكت وما جاوبتهاش. مشيت معاها سلمت على نساب وخليتها معاهم ورجعت بحالي ندوز العيد مع والديا وما تسوقش لحتى واحد فيهم. ندمت بزاف حيت ما درتش بالهضره ديال الوالد من الاول، ودرت راسي في مراتي وامها، حتى غرقت راسي بكريدي اخر. اثر هادشي بزاف في علاقتي مع مراتي وازمني، حيت خلاني نحل عيني على الانانيه ديالها ونعرف القيمه ديالي ووالديا عندها.